السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا، الحلقة ديال 20 في شهر 11. اليوم غادي نطرقوا للعديد من الأخبار، ولعل أهمها هو الحديث ديال الساعة في إيطاليا. الكل يتكلم على المقتل ديال الشابة جوليا وتوقيف الرفيق ديالها السابق فيليبو في ألمانيا. غنعاود لكم التفاصيل كيفاش حتى تشد، وكذلك غنتكلموا على القانون اللي غيتم المصادقه عليه يوم الاربعاء القادم، يعني من بعد يومين، اللي هو ضد العنف ضد النساء. وكذلك غنتكلموا على دقيقه الصمت اللي غادي تكون يوم الثلاثاء في جميع المدارس مع 11 ديال الصباح. غنتكلموا كذلك اخوان على عقود العمل، اخر الايام اللي دفع الطلب ديال ديكريتو فلوسي، وغنتكلموا بالتحديد على الكونترات ديال كولف بادانتي، لانه هي الوحيده اللي تقدروا تدفعوا بوحدكم الا توفرت فيكم الشروط. وكنظن بلا انه الشروط راه توفر الا قدرتوا تحسبوا الراديتو حتى ديال الاقارب ديالكم. غادي نوريكم تفاصيل اكثر، لانه الكولف تقدر تجيبه ولو انه ما يكونش عندك شي شخص مريض في المنزل. غنتكلموا على التفاصيل ادق، وغادي نتكلموا كذلك على اخبار الجاليه. وصراحه راه ما يمكنش كيفاش المغاربه كيتوفاو، راه يعني بطريقه اسبوعيه يوميه كنتكلموا على العثور على الجثامين ديال المواطنين المغاربه. اليوم ثاني اخوان في جنوب ايطاليا لقاو الجثمان ديال شاب عنده 28 29 عام، باقي صغير، لقاوه مليوح في واحد القيطون. بطبيعه الحال اخوان قيطون مصيبه بالبلاستيك، وتبين بلا انه قتلوه ثلاثه ديال الشباب اخرين، تم القبض على واحد منهم. غنقول لكم التفاصيل وغنمشيو نرجعوا للحادث المؤلم والمفجع اللي صراحه الم الجاليه المغربيه. هي الحادثه ديال السيل اللي كانت في ريجيو إيميليا، اللي توفى على الاثر ديالها جوج ديال الشباب. غنرجعوا للجديد ديال هذه القضيه، وغنمشيو نتكلموا على اخبار اخرى دائما عندها علاقه بالجاليه، وغنشوفوا الاخبار ديال القطاع ديال غزه. كيتبين بلا انه اخوان اتفاق حول تبادل الاسرى قريب بزاف. اسرائيل عطات الضوء الاخضر. غادي نشوفوا اشنو وقع في المستشفيات اللي كان في القطاع ديال غزه، الاطفال الخدج، وكذلك اخبار اخرى على القطاع. كيف ما العاده كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم للقناه، والناس اللي ما مشاركاش اشتركوا باش تبقوا توصلوا بالجديد ان شاء الله. في هذه الفقره يا اخوان غادي نطرقوا الاخبار ديال الجاليه المغربيه. والخبر الاول اللي غادي نبداو به، كيف ما غتشوفوا معايا من الفيديو، هاد لابيلانس اللي غادي تنطلق وغادي توجه نحو المطار باش تنقل الاخت حنان الى المغرب باش تدوز ما تبقى لها من عمر مع البنت ديالها اللي عندها 5 سنين. هذا هو الحلم الاخير اللي كان عندها، والحمد لله يا اخوان الحلم ديالها اليوم تحقق. بطبيعه الحال هذا الخبر، من غير انني بغيت نقول لكم الجديد في القضيه ديال الاخت حنان، بغيت نشكر كذلك الجاليه المغربيه ديال سان بينيديتو دي مارسي. راه كيف ما كتشوفوا من الفيديو، العيالات بقاو معها يا اخوان حتى خرجوها من السبيطار وانطلقوا بها الى المطار. وهذا هو المعدن الحقيقي ديال الجاليه المغربيه وديال المغاربه الاحرار. لذلك الواحد ملي كيكون محتاج شي حاجه راه الناس كتوقف معاه حتى لاخر لحظه. الله يجازيهم بخير والله يكثر من مثالهم. غنمشيو نطرقوا الخبر اخر يا اخوان، وغادي نمشيو نتكلموا على الحادث المؤلم والفاجعه اللي صراحه صدمات الجاليه المغربيه، خصوصا الناس ديال ريجيو إيميليا. هو الوفاه ديال جوج ديال الشباب مغاربه، واحد عنده 19 والاخر عنده 21. وكاين شاب اخر يا اخوان اللي مازال محتاج الدعاء ديالكم، مازال يصارع ما بين الحياه والموت في العنايه المركزه. دعوا معاه، الله يحسن حالته يا اخوان، والله يشافيه، والله يرجعوا لعائلته صحيح في الصحيح. ترزينا في الجوليدات ما ترزاوش في الثالث. الله يدير لي الشتاء ولية الخير يا اخوان، والله يشافيه. بطبيعه الحال هاد الشباب راه صراحه مشاو تكلموا مع العائلات ديالهم، وداك الشيء اللي كتقرا راه كيقطع في القلب. هاد الشاب بالتحديد يا اخوان اللي على اليمين تكلموا مع العائله ديالو. الاب ديالو عنده 70 سنه متقاعد، الام عندها 60، عنده خوتو اللي كبار، وهو الصغير كان في العائله. يعني مني مشاو البوليس دقوا عليهم في الدار حتى كيصونيو كيخرجوا عندهم، تيقول لي راه الاخ ديالكم راه الدم والامانه امان، تتوفوا في واحد الحادث، راه ما كتبغيش تدخل العقل، ما غيبغيوش يتقبلوها. وفعلا هما يا دازت ايام ومازال ما مصدقنش بلا انه الاخ ديالهم راه توفى. قالت لك الاخت هذا الشيء كتعاود، قالت لك الاخت اللي قريبه منه في السن، قالت لك تمنينا انه غدا نفيقوا ويقول لنا هذا الشيء اللي دوزتو غير حال ما خايبه. وربما يا اخوان هذا الكلام ما غيفهموش الكل، ولكن غيفهموا اللي مدوز معاناه من هذا النوع. الله يرحمه والله يصبر يا اخوان هاد الناس ويصبر العائلات ديال هاد الشباب. راه ما ساهلاش، خصوصا انه ما درتي لا بيدك لا برجلك، غادي ما عليك ما بك حتى غيتسلط عليك هاد الشخص. انت غادي في الطوموبيل ديالك محترم القوانين، عندك البيرمي ديالك، ما سكران ما شارب ما حتى شي حاجه، دري خلوق مؤدب، وهما ثلاثه ديال اصدقاء منذ الطفوله، ما عليهم ما بيهم. حتى غيجي واحد صيك كاميو ما رابطش الحديد ديالو مزيان، غيتلاح ليه الشارج ديالو وغيضربهم يا اخوان.
يعني مكتوب الله، مكتب لهم الله انهم يتوفاو، ولكن راه صراحه العائلات غتجيهم صعيبه انهم يتقبلوها. الله يصبرهم. وهذا السيد اللي كان صيغ ايطالي عنده 39 عام راه اليوم داز امام القاضي ديال التحقيقات الاوليه. باقي الخبر ما تنشرش حول اشنو قرر القاضي، ولكن القاضي عنده ثلاثه الخيارات: يا انه يبقى شادو في السجن لانه دابا حاليا في السجن، او انه يعطيه الحبس ديال الدار. هذا الشيء اللي كيوقع تقريبا في الاغلبيه ديال الحالات ديال الناس اللي كدير حوادث بالطوموبيلات، او انه يولي حر طليق. ولكن اللي كنرجح انايا والله اعلم، ماشي غنقول لكم عندي خبره في القانون، ولكن من خلال الاخبار اللي كنتبع، هذا السيد كاين خطر كبير انه يكرر الفعله ديالو. علاش؟ لانه ديجا كانوا شدوه في شهر 8 وهو سكران وحيدوا ليه البيرمي وما عندوش البيرمي وعاود سكر وصاك ثاني الكاميو ديالو. الا طلقتيه كتقول ليه دير ما بغيتي، راه الدوله راه ما كايناش وكاينه السيبه. كنظن والله اعلم الا كان في واحد البلد ديال الحق والقانون راه غيبقاو يحتفظن به في السجن ولو مؤقتا. في حين انه غنمشيو نتكلموا يا اخوان على خبر اخر اللي للاسف اخبار من هذا النوع راه كثارت، والله يدير شي ودية الخير والله يحد الباس. بطبيعه الحال غنتكلموا يا اخوان على شاب مغربي عنده 29 سنه. البارح في جنوب ايطاليا في البروفينشا ديال اغريجانتو وبالتحديد في البلديه ديال كالتابيلوتا غيلقاو شاب عنده 29 عام سميتو حكيم، باقي صغير 29 عام، باقي ما وصلش ل 30، وكاين بعض المقالات اللي قالوا عنده 28. غيلقاوه يا اخوان جثه، يعني ما فيش الروح، متوفي وعليه اثار ديال الضرب. السيد توفى ماشي موتة طبيعيه، توفى لانه كلا العصا بالهراوه، يعني عطاوه اخوان عصا اللي هي مبرحه وخايبه بزاف حتى توفى. ها فين كان ساكن؟ هنا اخوان البوليس مني حضروا، هنا خيمات، وراك كيف ما كتشوفوا القياطن راهم كثار بحال الكاريان دايرين، وهادو الناس اللي كانوا خدامين في الفلاحه. حاليا كاين الموسم ديال جني الزيتون وهما كانوا خدامين في الزيتون، الا انه البارح في الليل غيجيو شي شباب وغيقتلوه. هذا خبر ديال البارح اللي نشراتو القناه ديال لاراي. اليوم جريده اخرى لا سيشيليه كتكلم على انه رجال الشرطه الكارابينيري قدروا انهم يمسكوا بالشخص اللي هو دائما من شمال افريقيا، يقدر يكون مغربي، ولذلك كيقلبوا على جوج الناس اخرين، لانه البوليس كيقولوا الناس اللي قتلوه ثلاثه تحماو عليه وبقاو كيضربوا فيه بالعصا حتى مات. الله يرحمه وتعازينا الحاره للعائله ديالو. ها سميتو كنيتو حكيم الفقويهين، ولكن كنظن غالطا في الكنيه والله اعلم. فهاد الفقره يا اخوان غادي نطرقوا الاخبار اللي عندها علاقه بالمقتل ديال جوليا. هاد الفقره غتكون طويله شويه، ولكن هذا هو الحديث ديال الساعه في ايطاليا. جوليا يا اخوان اللي قتلها الرفيق ديالها السابق ورماها حدا واحد البحيره، غنبقاو نتكلموا عليها لمده سنوات، كيف ما كنتكلموا على هذه اكثر من 15 عام وحنا كنتكلموا على يارا. ولذلك هذا الخبر هو الحديث ديال الساعه في الصحف الإيطالية، في النشرات الإخبارية، البرامج التلفزيونية والبرامج في الراديو، وكذلك الكلام ديال الناس في السواق وفي البيران. بطبيعة الحال يا إخوان الشابة اللي اختفات الليلة اللي كانت ما بين السبت والأحد ديال الأسبوع الماضي، واللي تم الرمي ديالها من الرفيق ديالها السابق من بعد ما أنه قتلها حدا واحد البحيرة، الليلة ديال السبت والأحد هذه اللي دازت ديال ول البارح غيتم إلقاء القبض على فيليبو الشاب اللي قتلها، واللي اسبوع هو يهربان. غيشدوه نهار السبت مع 10 ديال الليل في لوطوروت اللي قريبه يا اخوان من مدينه ليبسيا اللي كاينه في المانيا. رجال الشرطه الالمانيين هم اللي شدوه من بعد ما انه هو كان في الكرسي ديال مرجانسه ديال لوطوروت اللي فيها 6 ديال الطرقان، 6 كيديو و6 كيجيبوا، طريق اللي ما فيهاش الحدود ديال السرعه، تقدر تمشي باي سرعه بغيتي. ولذلك هو واقف في هذيك الطريق، ما كاينش ضواو، الناس غادي تعلم البوليس والبوليس غادي يجيو. الوقيته اللي غيوقفوا عليه ما غيديرش المقاومه نهائيا وغيسلم راسو، غيديوه للكوميساريه وغيتبين بلا انه هو الشاب المبحوث عنه واللي في حق مذكره بحث اوروبيه. بطبيعه الحال الاخوان من بعد غيديوه للسجن، واليوم كانت عنده الجلسه الاولى مع القاضي ديال التحقيقات الاوليه اللي فيها اعطى الاذن باش انه يتم الارسال ديالو الى ايطاليا. وخا ما يعطيش الاذن غيرسلوه، غير هو كون انه اعطى الاذن غتكون الامور سلسه اكثر. وبحكم العلاقه الجيده اللي كاينه ما بين ايطاليا والمانيا، كيتكلموا الصحف الايطاليه على واحد المده زمنيه ما بين 10 ايام ولا 2 ديال الاسابيع باش فيليبو يكون في ايطاليا تحت رهن القضاء الايطالي باش تم المحاكمه ديالو على التهمه ديال القتل وكذلك الاحتجاز والقتل اللي كان فيه سبق الاصرار والترصد. يعني السيد كان يا اخوان ناوي انه يدير ديك الفعله وكان غادي بموس، لانه حنا تكلمنا على انه كان كيضرب جوليا باليد ديالو، ولكن هذيك اليد كان فيها موس. داك الشيء علاش جوليا طاح منها بزاف ديال الدم.
صراحه من الوقيته اللي هزه هو واختها في الطوموبيل بواحد النسبه كبيره كانت ديجا توفات. من بعد غادي يهرب وغيمشي نحو الشمال وغيلوحها في واحد البحيره او بالجنب من هذه البحيره، يعني غيلوحها من الفوق وغتبقى غاده مسكينه وكدردبي اخوان مع ديك الهبطه حتى غادي توقف في واحد المكان وتما فين غيلقاوها البوليس. من بعد هو غيدخل النمسا، ومن النمسا غيمشي الى المانيا، وهو وقف في الكرسي ديال مرجانس. علاش؟ لانه سال ليه المازوط وما عندوش الفلوس. وهذه نقطه كانت مهمه، راه كلشي كان كيتسائل كيفاش هذا الشاب ما استعملش نهائيا لاكارت ديالو في هذاك الاسبوع باش يشري شي حاجه ولا باش يدير المازوط. وكنا تكلمنا يوم السبت الماضي على انه الطوموبيل ديالو طلقات بالجنب من الجثمان ديال جوليا. هذا الخبر ما كان صحيح، نشر الكوريير ديال السياره، ولكن واش كان من اجل التمويه ولا كان خبر وصل الكوريير ديال السياره خاطئ الله اعلم. المهم كانوا كتبوه، انا راه كنت قلت لكم، ولكن السياره ديالو راه بقى راكب عليها وهربان بها حتى ما بقى ليه والو على ليبسيا اللي كيتواجدوا فيها عمامو ولا خوالو. وكون وصل عندهم كانوا غيبلغوا به رجال الشرطه، حيت ما غيبغي حتى شي واحد شي مسؤوليه من واحد الجريمه اللي اهتز ليها بلد كامل. وغير باش نعطيكم الصوره، حيت يعني الهضره اللي تقالت راها كثيره وكثيره بزاف، من بدايه من سالفيني اللي لقيت اللي تكلم على القبض عليه قال لهم الا كان مذنب خاصو يدخل الحبس وما يخرجش منه. هذيك كلمه الا كان خلاتي اخوان كل شيء يتكلم عليه في الطاليان. علاش كتكلم على الا كان مذنب؟ واش السيد شاده كاميرا كيضرب في السيده حتى قتلها وكتقول الا كان مذنب؟ يعني بحال كاين واحد الانحياز للمجرم. الناس ما تقبلتش هذا الكلام من سالفيني، خصوصا انه سالفيني ملي كيتعلق الامر بمجرم عنده جنسيه افريقيه ما كيتكلمش على الا كان، كيتكلم على راه مذنب وخاصو يترمى في السجن والسوارت يترموا في البحر. المهم اللي كاين يا اخوان هو انه هاد الصوره اللي كتشوفوا كانت تلبيه للنداء ديال الاخت ديال جوليا، الاخت ديالها اللي تبين بلا انه يا اخوان يعني تبارك الله عندها واحد المهارات في الكلام، يعني السيده قاريه وواعيه وعارفه راسها شنو كتقول. قالت لهم كفى، ما بقيناش بغينا دقيقه الصمت. الصمت هو اللي خلى انه العيالات يبقاو يتقتلوا بهذه الطريقه. انا بغيت قالت لهم دقيقه ديال الضجيج، دقيقه ديال الصداع، حيحوا. وهذا الشيء اللي داروا في الجامعه، لانه الدريه اخوان كانت غتاخذ الاجازه ديالها وما خداتهاش. مني بغاو يديروا ديك دقيقه الصمت في الجامعه داروا دقيقه ضجيج. اللي عنده شي حاجه جبدها، يعني كانوا الناس اخوان بالسوارت كيصفقوا كيغوتوا، يعني الناس كتغوت وصافي كدير الضجيج لمده ديال دقيقه ذكر على هذا الشابه اللي توفات بهذه الطريقه البشعه. المهم من غير هذا الشيء اخوان كان كذلك واحد المسيره في صمت من اجل جوليا في المدينه ديالها اللي وقع فيها هذا الشيء. بطبيعه الحال كان تقريبا 30 سنين داك اللي كان حاضر مع الاب والاخت اللي هما هذوك كتشوفوا في الصوره، كانوا متاثرين. الاب مسكين شحال هو كيبكي، الابنه هي ديالو الاخت ديال جوليا شحال وهي كتبكي. بطبيعه الحال حاليا يا اخوان كيف ما كتشوفوا الصور راه غنيه عن كل تعبير. هادو راه السينداشي ديال البلديات اللي قريبه منهم، وكانوا السينداشي ديال المدن كبيره في المنطقه. بطبيعه الحال هاد السيد الاباء ديالو كانوا حاضرين في هذه المسيره اللي كانت في صمت، ولكن كانوا في الاخر ديال المسيره وما قدروش انهم يتكلموا مع العائله. بطبيعه الحال وقيت اللي جاهم الخبر ديال انه الولد ديالهم تشد فرحوا. علاش؟ وهذا الشيء كيقولوا المحامي ديالهم، لانه على الاقل لقاو الام ديالهم مازال حي، وحتى شي واحد ما كان كيظن انه غيكون باقي مازال حي. انا شخصيا كنقول انه غيكون انتحر، يعني يستحيل انك دير فعله من هذا النوع وتقتل واحد الدريه بهذه الطريقه في هذا السن ومازال صغير ومتشبع ببعض الافكار، غادي تخلي راسك حي. قلت انا بواحد النسبه كبيره ما غيقدرش يواجه العالم وغينتحر. بطبيعه الحال العائله فرحات نوعا ما، ولكن حاسه بالالام ديال العائله ديال جوليا. فهاد العشيه كانت واحد المكالمه هاتفيه ما بين الاب ديال فيليبو والاب ديال جوليا. نمشيو نشوفوا دابا من الناحيه السياسيه اشنو واقع. السياسه يا اخوان هو انه حاليا يوم الاربعاء غيتم التصويت على القانون اللي هو ضد العنف ضد النساء. هذا القانون راه تقريبا شي عام ونص هما كيوجدوا فيه، وفيه عقوبات قاسيه واساليب جديده من اجل مكافحه العنف ضد النساء. وتحت هذا التاثير اللي كاين والبلاد اللي كتتكلم على هذا الحادث وعلى هذا الخبر، نهار الاربعاء غيديروا هذا القانون، ناهيك على انه الفكره ديال انه دار واحد الساعه في الاسبوع من اجل الكلام على هذه المواضيع راه غادو كتاخذ طريقها. واخا الحزب ديال الرابطه الشماليه ديال سالفيني ما متفقش، ولكن ما بين الاحزاب اليمينيه واليساريه متفقين على انه تكون واحد الساعه من اجل التربيه ديال الشباب والشابات الاطفال اجمالا على التربيه العاطفيه وديال الاحاسيس. غير هو اللي باقي ما متفقنش عليه اشنو هما المواضيع اللي غادي نطرقوا ليهم في هذه التربيه. الا كنا غادي نقولوا خاص المراه تحترم، خاص الا كانت قالت لا هي لا، يعني السيده اللي قالت لك لا راه هي لا،
ما تبقاش تابعها، ما تبقاش دير لها ستوركينغ وعده مسائل. الاحزاب كلهم متفقين. الا دخلنا في مواضيع اخرى اليمينيين ما متفقينش واليساريين تيقولوا لا، خاص الابناء ديالنا نعلموهم من الاول عده اشياء باش من يكبروا ما يكبرش واحد الجيل بحال هذا ديال فيليبو. القانوني اخوان نهار غادي يصادقوا عليه غنشرح لكم اشنو اللي غيكون فيه واشنو الاشياء اللي غادي تخرج، ولكن راها غير عقوبات كتزيد يا اخوان على العقوبات اللي كاينه حاليا. وعلى حساب ما قال واحد القاضي في التلفزيون، قال لهم هذا القانون اللي غادي تصادق عليه الحكومه نهار الاربعاء كون كان هذه 10 ايام يعني قبل ما يوقع داك الشيء لجوليا ما كانش غيعتقها. يعني القانون ما عنده حتى شي فائده، خاصنا نخدموا على الشباب، خاصنا نخدموا على الاطفال. راه واخا يكون هذاك القانون جوليا ما كان غيدير له هذاك القانون حتى شي حاجه، كانت غادي تقتل وغادي تطرمح دا البحيره والسيد كان غيهرب. يعني ما كانش شي، القانون ما غاديش يخلي انه الامور تغير. اللي غيخلي الامور انها تغير هو اننا نستثمروا في الشباب وفي الاطفال، نعلموهم الاحترام ديال الشخص الاخر. بطبيعه الحال هذا الموضوع يا اخوان راه شحال ما عطيناه من الوقت ماشي خساره، لانه كيف ما قلت لكم راه حدث تاريخي، خبر تاريخي اللي غنبقاو نتكلموا عليه من هنا لسنوات طويله، ربما نعاودوا نجبدوه. وعلى ذكر الارقام ديال النساء اللي توفاو نهار السبت كنت تكلمت على 85، الارقام الصحيحه هي 102. كاين بعض الصحف اللي تكلموا على 105 النساء اللي تقتلوا منذ بدايه السنه، ولكن الخبر الرسمي واللي نشرته كذلك جورجا ميلوني هو 102 ديال النساء اللي تقتلوا منذ بدايه السنه سنه 2023 من الناس اللي كانوا معاهم. يعني كنتكلموا على رفقاء سابقين او ازواج او ناس من العائله ديالهم. في هذه الفقره يا اخوان غادي نتكلموا على الديكريتو فلوسي، ورجعت باش نذكركم باخر اجل ممكن انكم تدفعوا فيه الطلب، يعني تعمروا المودول اللي كاين في الموقع ديال الحكومه الايطاليه، وهذيك الساعه راه كيتحبس كل شيء وكترجعوا من بعد باش تدفعوا يا نهار 2 يا نهار 4 يا نهار 12 على حسب الحالات وعلى حسب النوع ديال الكونترات. بطبيعه الحال الحاجه الرئيسيه اللي كنركز عليها هي كولف بادانتي، لانه هذه الفئه هي الوحيده اللي تقدروا ديروا نتوما كمواطنين بدون ما تحتاجوا شي شخص اخر. اول حاجه هو انه الناس اللي طالبين بهذا النوع ديال الكونترات هم 9500 هذا العام، العام الجاي والعام اللي من بعده سنه 2025. في التوتال غيجيو 28500 شخص لايطاليا باش يدير الخدمه ديال كولف او بادانتي. بطبيعه الحال الراديسو اللي كيطلبوا هو يا اخوان 20000 الى الشخص ساكن بوحدو او 27000 الى الشخص معاه العائله، ولكن راه كيف ما قلت لكم راه يقدر يكمل بالراديسو ديال العائله ديالو حتى لسيكوندو غرادو واخا ما يكونوا ساكنين معاه. بطبيعه الحال يعني الاقارب ديالو. بطبيعه الحال في حاله ما انه الشخص اللي باغي يجيب كولف او بادانتي عنده اعاقه، راه في هذه الحاله راه ممكن انه يجيب شخص بدون ما يحتاج ولا راديسو واحد، يعني ما كيطلبوش منه الراديسو نهائيا لانه عنده واحد المرض او عنده اعاقه. زيد على ذلك النوع ديال الكونترات اللي هاد الناس اللي باغيين يجيبوا شي شخص مثلا من المغرب او من خارج ايطاليا، الكونترا اللي خاصهم يقدموا لهذا الشخص ما خاصهاش تقل على 20 ساعه اسبوعيا، وما خاص الخلصه فيها تنزل على 500 اورو وثلاثه. بطبيعه الحال اخر اجل باش تقدموا الطلب هو يا نهار 26 في شهر 11، يعني كنتكلموا من هنايا ل6 ايام غادي تسد الموقع باش ترجعوا نهار 4 وكنسطر عليها نهار 4. واخا مغاربه خاصهم يدفعوا نهار 4 مع 9 ديال الصباح. بطبيعه الحال علاش قلت لكم نهار 4؟ لانه الكونترات ديال ديما ديال حرف اخرى مثلا اللي هو تريسيان او حلاق او في البني او ناس اللي عندها علاقه بالترونسبور وجميع دوك القطاعات هادوك خاصهم يدفعوا نهار 2، لانه نهار 2 كيدفعوا الدول اللي دايرين اتفاقيات مع ايطاليا والمغرب ما بيناتها. راه تكلمنا كذلك على انه تونس داخله فيهم والجزائر والدول العربيه. اما الناس اللي غيدفعوا نهار 4 هما الدول اللي ما دايرش اتفاقيه مع ايطاليا، ولذلك المغاربه ما خاصهمش يدفعوا في هذا النهار، خاصهم يدفعوا نهار 2. يعني كنتكلم على الحرف الاخرين. اما كولف بادانتي راه خاصهم يدفعوا نهار 4. هذا الشيء اللي قرروا يا اخوان وزاره الداخليه. حاجه اخيره هو انه الناس اللي كتسول اللي باغي يدفع الكولف راه تقدر تجيب كولف ولو ما عندك حتى شي واحد في المنزل اللي غادي يقابل، حيت كولف كيعاون في الدار. ممكن واخا مزوج والمراه ديالك في الدار ممكن انك تدفع طلب باش تجيب كولف المنزل ديالك، يكفي يكون هذا الشخص اللي غيدفع الطلب كيحترم الشروط ديال راديسو. يعني ماشي خاص لابد بحال البادانتي يكون عندك شي واحد اللي خاصه رعايه صحيه. الكولف راه هو كيعاون في المنزل، ممكن واخا مزوج وعندك وليدات وعندك مرأة ومرأة جالسه غير في الدار كدير الكازالينغا، ممكن انك تجيب شخص. يعني من الناحيه القانونيه ليس هناك اي حرج،
هذه النقطه تكون واضحه. زيد على ذلك نهار كيف ما قلت لكم نهار 4 غيدفعوا الناس اللي هما باغيين يدفعوا كورف بادانتي، والدول اللي باغا تدفع كونترات ديال ديما، حتى في الناس ديال ترونسبور والحلاقه والناس ديال تريسيان وهذوك الحرف الاخرى اللي كتعطي كونترا ديال ديما، البناء حتى هي هادو كيدفعوا نهار 4 الا كانت الدوله ديالهم ما دايرش اتفاقيه مع ايطاليا. اما الا كانت دايره اتفاقيه راه نهار 2. ونهار 12 في شهر 12 كيدفعوا جميع الناس اللي عندهم عقود ديال العمل موسميه، ماشي كتعطيك الحق انك تبقى في الطاليان. اما فيما يتعلق باخر معلومه كتبقى يا اخوان على الناس اللي غادي يجيو. كنتكلموا على انه الفيدراليات والنقابات ديال القطاع ديال كوف بادانتي كانوا كيطالبوا ب 23,000 كونترا كل سنه، الا انه الحكومه دارت لي معيار 9,500، وهما كانوا كيقولوا في هاد 3 سنين الجايه خاص تجي 68,000 شخص، ولكن غيجيو غير 28,500. المهم في خبر اخر اخوان اللي غنطرقوا ليه، وهذا الموضوع انا بغيت نذكره لانه ما كاين حتى شي استفاده في الخبر، كاينه استفاده باش نفهموا الفكر الغربي، باش بنادم يعرف البلاد اللي عايش فيها كيفاش كتفكر، وهذا هو الاهم. تكلمنا في الايام الماضيه على ديك المغربيه اللي كانت ضيفه عند مواطن ايطالي واغتصبها وخرجت كتبكي في الزنقه والناس عيطوا للبوليس وجاو شدوا داك الطالياني. اليوم الاخبار الجديده اللي تنشرات في الصحف الايطاليه، على الاقل 2 ديال الجرائد اللي تكلموا على هذا الجديد، هو انه الشابه المغربيه تعرفات على هذا الشاب الايطالي شي 3 شهور قبل، وكانت تلاقات هي وياه ديك الليله وصاحبتها ومشاو تعشوا في الريستورا. من بعد العشاء في الريستورا صاحبتها غتمشي في حالها وهي غتمشي مع الايطالي للمنزل. هنا بطبيعه الحال الاغلبيه الساحقه ديالكم اللي كيستمع دابا حاليا غيقول واذا هذه قلبات عليها اش داها مع واحد للدار ديالو. هذه من بعد العشاء اشنو كانت كتسنى؟ يعني تعشيتي مع واحد خلص عليك وغتمشي معاه للدار. اللي كاين اخوان هو انه الفكر الغربي ليس هكذا. هذا هو المشكل اللي طاح فيه سعد المجرد ولد نزهه الركراكي. اللي كاين هو انه القاضي ما غيسولش هاد الشابه المغربيه اللي تغتصبات اشنو داك معاه، علاش مشيتي لدارو، ما كاينش هاد السؤال. ويا ويلو يزعم يسولها هاد السؤال. علاش؟ حيت الا سولها هاد السؤال غتنوض ليه الصحافه. العالم الغربي وهاد الهضره كتقال خصوصا دابا لانه كاين المقتل ديال جوليا الشابه الايطاليه. هاد الهضره اللي تنقول لكم راه يلاه تقالت غير 2 سوايع هذه في التلفازه، وراه قلتها لكم انا شحال هذه. كيقول لك خاصنا نعلموا الابناء ديالنا من الصغر والشباب ديالنا والمراهقين بلا انه كلمه نو هي نو، كلمه لا هي لا، ولو يكون قبلها كلمه نعم. نفترض انه واحد 2 تلاقاو وكانوا متفقين انهم يديروا شي حاجه ووصلوا العين لمكان وبغاو يبداو يديروا فيها، وهذيك السيده قالت لا، لا هي لا بالنسبه للقانون، بالنسبه للفكر الغربي، ولا شي واحد من وراء هذيك لا زاد لقدام كتعتبر جريمه اغتصاب وكيعاقب عليها القانون. هذا هو الفكر يا اخوان اللي بغيت نوصل لكم. وهذا الشيء راه ما غتقولش حقا، راه سعد المجرد طاح في هذا المشكل يا اخوان، تحكم عليه ب6 سنين ديال الحبس، عنده الاستئناف مازال، ولكن راه على قبل هذه الكلمه ديال لا من وراء لا هو زاد قدام هي تابعاته. ولذلك الواحد غيقول لي ودي هذا الشيء راه حرام وراه هذا الشيء راه كله حرام، ولكن راه بنادم كيدير فيه. حنا كنبغيو ننصحوا بنادم انه هذا الشيء اصلا حرام ما يديروش، ولكن حتى الى سمع كلمه لا هي لا. ونتمنى انه هذا الخبر تكون الميساج منه الرساله منه وصلات. حنا ما كتهمناش القضيه ديال هذه السيده، ولكن الميساج هو اللي مهم. في هذه الفقره يا اخوان غادي نطرقوا لاخر الاخبار اللي كتجينا من القطاع ديال غزه واللي وقعات في 24 ساعه الاخيره. واول حاجه غادي نبداو بها هو الكلام ديال غوتيريش اللي هو الامين العام ديال الامم المتحده، اللي تكلم على انه داك الشيء اللي كيوقع من قتل اطفال وقتل مدنيين ما عنده حتى شي مثيل، وما عمره ما وقع شيء مثيل منذ توليه الرئاسه ديال الامم المتحده. يعني في الفتره ديالو قال لهم انا ما عمرني ما شفت بحال هذا الشيء من قتل مدنيين واطفال. بطبيعه الحال خبر اخر اللي غنتكلموا عليه هو يا اخوان الحصيله اليوميه. الحصيله كتتكلم يا اخوان على 13300 5500 اطفال و3500 نساء. يعني كنتكلموا على رقم اللي هو كبير وكبير بزاف. اما فيما يتعلق اخوان بالجيش الاسرائيلي، العدد ديال الجنود اللي فقد الحدود الساعه واللي على حسب ما تيقولوا الصحف الغربيه هذوك اللي ديكلارا بهم، حيت في اسرائيل خاصهم حتى ياخذوا الجندي يتعرفوا عليه، يعيطوا على العائله ديالو، يخبروها بالوفاه ديال الابن ديالهم، عاد يعطيو الخبر ديالهم لوسائل الاعلام. وهذا الشيء لا ديكلاراو بالارقام الحقيقيه. كيتكلموا على انه 63 جندي منذ التوغل ديال الجيش الاسرائيلي في القطاع ديال غزه
توفوا بسبب الحرب الحاليه، في حين انه حركه حماس كتكلم على انه العدد ديال الجنود اللي قتلت غير من السبت والاحد راهم بالعشرات، وبلا انه دائما غير في السبت والاحد العدد ديال الاليات ديال الجيش الاسرائيلي تم التدمير ديالها، يعني اليات عسكريه راها تفوق 60 اله. بطبيعه الحال اخوان نمشيو نشوفوا ارقام اخرى. غادي نتكلموا كذلك على بايدن اللي يرسل المبعوث ديالو الى اسرائيل باش يتناقش مع الحكومه الاسرائيليه من اجل تفادي حرب جديده وتوسيع الحرب على المستوى ديال المنطقه الى لبنان، لانه اللي واقع هذه ايام وخصوصا في الايام الاخرى وداك الشيء اللي دار الحزب الله اليوم هو انه قصف واحد القاعده عسكريه اسرائيليه. اسرائيل كتقول ما توفى فيها حتى شي واحد، ولكن الدمار راه كبير يا اخوان. ديك القاعده العسكريه تم التدمير ديالها بالكامل. وراه كنذكركم دائما بنفس المعلومه، الفرق ما بين حماس وحزب الله هو انه حماس عنده صواريخ اللي غير كيطلقها بطريقه عشوائيه تقدر تطيح في اي بلاصه، اما حزب الله عنده صواريخ اللي كيتم يا اخوان التحكم فيها، يعني كيحدوا لها واحد الهدف وكتمشي لهذاك الهدف، يعني ماشي عمياء كيف ما ديال حماس ولكن صواريخ ذكيه. اما فيما يتعلق اخوان بالمساعدات، اليوم وقع جوج ديال الاشياء اللي هي مهمه. الاولى هو انه الاطفال الخدش تقريبا واحد 30 منهم تم التنقيل ديالهم عن طريق سيارات الاسعاف الى المعبر ديال رفح، دخلوا لمصر، كان في الانتظار ديالهم اطباء مصريين كانوا حاطين ذوك القراعي ديال الاطفال، خشاو كل طفل اخوان في وحده وتم التنقيل ديالهم الى المستشفى ديال العريش قريب تقريبا واحد 40 كيلومتر على المعبر ديال رفح كاين في مصر. على الاقل الاطفال عتقوهم الحمد لله، واخا كاينين واحد 3 ديال الاطفال الحاله ديالهم حرجه ما يقدروش انهم يتنقلوا بلابيلانس، بقاو في المستشفى ديال الشفاء. في حين انه غادي نتكلموا على المقابله اللي كانت اليوم ما بين وزير اسرائيلي هذاك المتطرف فيهم كامل والعائلات ديال الاسرى اللي داروا فيه دوره كبيره بزاف، خصوصا انه حاليا دابا في اسرائيل في الكنيسات ديالهم كيناقشوا قانون ديال الاعدام للارهابيين، يعني الناس ديال حماس اللي غيتشدوا يتعطاهم الاعدام، خصوصا انهم ما عندهمش الاعدام، عندهم غير المؤبد، بغاو يطبقوا الاعدام في حق هاد الارهابيين. الا انه العائلات ديال الاسرى من مشاو عندهم قال لهم ماشي هذا هو الوقت ديال هاد القوانين، ما تبداوش ديروا في قوانين على ظهرنا، طلقوا لينا ولادنا، خرجوا لينا ولادنا والامهات ديالنا والاباء ديالنا والاطفال ديالنا، عاد ديروا داك الشيء اللي بغيتوا، ما تبداوش ديروا في هذه القوانين حاليا على ظهرنا حنايا وعلى الدم ديال ولادنا. بطبيعه الحال اخوان في نفس الوقت العائلات على حسب ما كيكتب الكوريا دراسيرا والعديد من الصحف الغربيه، العائلات ديال الاسرى صيفطوا رساله مكتوبه الى الملك ديال المغرب محمد السادس كيترجوا باش انه يتدخل، لانه كيف ما تيقولوا في هذه الرساله هو واحد الملك اللي كيدعم الاستقرار والسلام، وواحد الملك اللي على رئاسه لجنه القدس، لذلك ممكن انه يتدخل باش يحاول انه يلقى واحد الاتفاق باش هاد الاسرى يخرجوا. الاسرى على حسب ما كيتبين الاتفاق قريب، هادشي كتقول الميريكان، هادشي اللي قالت قناه الجزيره، وحتى اسرائيل عطات الضوء الاخضر باش تكون صفقه ديال التبادل، غيعطيهم 50 اسير و50 محتجز اللي غادي تقسم على 5 ايام، غيكون فيها وقف اطلاق النار، يعني ماشي هدنه، غتحبس الحرب مده 5 ايام، وغتبقى حماس كل نهار تخرج لهم 10 الى هذوك ال10 مشاو وما كانش اطلاق النار لغد اللي غيخرجوا 10 هكا غيضمنوا انه الحرب غادي توقف 5 ايام. اما لا خرجوا 50 كلها في دقه اليوم غدا تقدر تهاجمهم اسرائيل. ولذلك الاتفاق راه قريب، مازال ما تمش الاعلان عليه، ولكن راه كيقولوا بواحد النسبه كبيره قربوا يتفقوا. كذلك اخوان لونوروا اللي هي الوكاله اللي مكلفه باللاجئين الفلسطينيين في القطاع ديال غزه كتقول بلا انه النازحين في القطاع الحدود الساعه راهم 1,700,000 شخص، تقريبا 2 المليون، وهما راه 2,300,000، يعني الاغلبيه ديال الناس خارجه من المنازل ديالها. زيد على ذلك وهذا اخر خبر اليوم تم القصف في اخوان دوزيام ديال المستشفى الاندلسي. هذا المستشفى اللي هو من المستشفيات القلال اللي ما نقولوش باقي خدامين، ولكن غير جزئيا بحكم انه ما كاينش الوقود. هذا المستشفى تم القصف ديالو وتوفى في القصف ديال المستشفى الاندلسي 12 شخص. بطبيعه الحال الامم المتحده عن طريق الوكاله ديالها اللي هي منظمه الصحه العالميه قالت بلا انه حنايا مصدومين للقصف اللي تعرض ليه المستشفى الاندلسي في غزه، وقالت بلا انه راه توفوا 12 شخص من بينهم مرضى اللي كانوا في المستشفى، وكانوا كذلك عشرات ديال الجرحى. ولذلك الله يدير لهم الشتاء ديال الخير اخوان، والله يرحم الوفيات ديالهم.